الانضباط المدرسي. الانضباط: بتحقيق الانضباط يتقدم المجتمع كما تستقيم حياة جميع الأفراد عن طريق الالتزام بقواعد الانضباط. هيا يا ابنتي الحلوة إلى النوم. لا أريد أن أنام، أريد أن ألعب. هيا يا ابنتي استيقظي، حان وقت المدرسة. لا أريد الذهاب إلى المدرسة، أريد أن أنام. لا أحب حصة الرياضيات، أريد أن أنام. رأسي يؤلمني، لا أستطيع أن أفهم شيئا. لقد رسبت في الاختبار. كل ما حدث في السابق تأثير طبيعي لعدم الانضباط في المدرسة. تعريف الانضباط المدرسي. نتائج الانضباط المدرسي. أمي، أعطيني أمثلة عن الانضباط المدرسي. ارتداء الزي الرسمي المدرسي الذي قامت المدرسة بتخصيصه للطالبات. وماذا أيضا يا أمي؟ الحضور إلى المدرسة بشكل يومي والبعد عن الغياب بدون أسباب. وأيضا يا أمي الحفاظ على النظافة الشخصية والنظافة العامة والممتلكات العامة بالمدرسة، مثل المقاعد والجدران والأجهزة. الانضباط المدرسي: تميز، تحقيق أهداف وتحصيل. مشاركة والدة الطالبة جوري السعيد. إلقاء الطالبة جوري السعيد.